السلام عليكم. يلا نحضر مع بعض احلى بقى بسكوت زبده. النهارده هنعمله ب3 مكونات بس موجودين في اي بيت، ومكونات سهله وبسيطه، وهنعمله كمان في 10 دقايق، مش مكلف خالص وعلى قد الايد. هنعمله النهارده بمكونات حلوه جدا للاطفال الصبح، وحلو كمان للشاي واللبن. اعملوها هتحبوها، هيعمل معاكم كمان كميه كبيره قوي، كميه حلوه وكبيره وموفره كمان، مش مكلف خالص، بمكونات موجودة بس في البيت. يلا اقولكوا على الطريقة، بس قبل ما نبدأ لازم تسموا الله وتصلوا على الرسول، تنزلوا تشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل فيديو بقدمه لكم. يلا اقولكوا عملته ازاي، بس كملوا معايا الفيديو للاخر. انا هنا جبت معايا بولة و200 جرام من الزبدة بحرارة الغرفة، ما يعادل برضو كوباية من المقادير اللي احنا هنستخدمها. لازم الزبدة تكون بحرارة الغرفة عشان تسهل معانا الضرب. انا هنا هستخدم مضرب يدوي، اللي حابب يستخدم برضو مضرب كهربائي ماشي، بس اللي ما عندوش يشتغل معانا بالمضرب اليدوي عادي خالص، عشان مكونات سهلة جدا وبسيطة وعلى طول. هنا معايا كوباية من السكر البودر، برضو طحناها ومنعماها جدا عشان ما تاخدش معايا اي وقت في الضرب. هجيب هنا المضرب، هبدأ اضرب ده كله مع بعضه لحد ما السكر والزبدة يتمزجوا مع بعض وينعموا معايا جدا، ولونهم يفتحي كمان. بصوا كده لونه مفتح معايا وبقي كريمي كمان. اول ما الزبده كلها تسيح معاكي وتتضرب كلها، نبدا بعد كده ننزل الدقيق عليهم. انا هنا مستخدمه كوبايتين من الدقيق بنفس المعيار برضو اللي احنا مستخدمينه كله، والزبده برضو نفس المعيار. في كده مستخدمين الثلاث المكونات اللي انا قلت لكم عليهم، هنستخدم 3 مكونات بس مش اكتر. هبدا بضرب الخليط ده كله مع بعضه. بصوا مش هتاخد معاكي وقت خالص. بص الزبده والدقيق اتمزجوا مع بعض بيبقوا طري جدا. لو العجين حاسه ناشف معايا ممكن نزود شويه من اللبن. انا هنا ضفت شويه من الفانيليا هتدينا ريحه وطعم احلى كمان. انا هنا جبت الجمع كلنا اللي بنستخدمه، هستخدم الشكل ده فيه، الجمع السيليكون او جمع قماش عندكم. هجيب بقى كده وهبدا املى الجمع كله. اللي حابب يزود الكميه ممكن يضاعفها، يضاعف الزبده ويضاعف الكوبايات الدقيق كمان والسكر. جبت الطاسه هنا مش هدهنها زبده ولا زيت ولا اي حاجه خالص، عشان البسكوت هنا فيه زبده كتير. هبدا بقى كده ابدا اشكل، هعمل اشكال من البسكوت. انا هنا هستخدم اول حاجه شكل الورده، وهبدا ابططها كده الحته اللي من فوق، وهنعمل كده شكل تاني اللي انتوا عارفينه، وهعمل كمان شكل القوقعه، وهنعمل اشكال طويله كمان. هنشكل مع بعض كذا شكل. كده اول صينيه عملتها، عملت شكل الورده والشكل التاني. وبصوا ده شكل برضه انا بحبه، عامل زي القواقع في بعض. ابدا بدا كده اكمل باقي البسكوت وهشكله كمان. هولع الفرن على درجه حراره 180، هياخد معايا 10 دقايق بس وهطلعه على طول. بصوا دخلت الفرن وطلعته، احمر معايا وخد وش من فوق ومن تحت كمان، وطلع معايا بالشكل الحلو ده. وفي طاسه كمان في الفرن عمل معايا 3 صواني. مش دول بس، عمل معايا كميه حلوه وريحتها كمان احلى. بصوا قد حطيتها في طبق التقديم، طلع معايا بالكميه دي كلها، وانا والاولاد برضه خدنا كام واحده كده، فعمل معايا كميه كبيره. زي ما قلت لكم عملت منها 3 اشكال حلوه جدا. هوريكم برضه شكلها من جوه عامل ازاي، مش كابس معايا، ولونها كمان حلو وريحتها كمان احلى واحلى.
عملنا منها كمية كبيرة وعملت معانا وطلع معانا بالشكل الحلو ده. زي ما قلت لكم 10 دقايق بس، ما تاخدش اكتر من كده عشان ما تنشفش معاكي. وبس كده خلصنا الفيديو. يا رب الفيديو كان عجبكم واستفدتوا منه. هوريكم برضو شكلها من جوه ازاي، ودايبه وهشه كمان وطريه. عايزه بقى لايك حلو وكومنت احلى وتشتركوا في القناه. لازم هنا نسيب البسكوت يبرد قبل ما نقدمه، وقبل ما نشيله في علب تلاجة لازم يبرد كويس جدا، عشان بعد كده لما تتدخليه ما تلاقيش البسكوت طري معاكي. بصوا هش جدا من جوه وناعمه كمان، واحمر كمان من فوق ومن تحت، ودايبه معايا وهشه جدا ومقرمشه كمان. وبس كده خلصنا الفيديو. اشوفكم تاني ان شاء الله في فيديو جديد.